لما كنت بقول له انا عايزك ترجع لي الحروف من 5 ل 12، كنت بقول له حاجه بالشكل ده: اعرف السترنج الاول واحطه جوه المتغير بتاعي اللي اسمه سترنج، واقوم قايل له سترنج اوف 4 الى 12. معناها ايه؟ بقول له بعد اذنك يا بايثون رجع لي الحروف اللي ترتيبها من الخامس لغايه الحرف اللي ترتيبه 12. كويس. فالراجل كان بيروح يرجع لي اهو، لو قلت رن هيروح يرجع لي من A لغايه حرف الايه، لغايه حرف الكي. ده حاجه كويسه جدا. طيب دلوقتي لو انا بقى عايز اديله خطوه يمشي عليها، لو انا عايز اديله خطوه يمشي بيها، ساعات بنسميها الستيب. الناس اللي درست ماتلاب عارفه يعني ايه خطوه او ستيب، زي ما بنعمل في الماتلاب بالظبط. طيب هفترض ان انا عايزه ياخد من الحرف الخامس غايه الحرف ال 12. حلو، ده احنا لسه عاملينها دلوقتي. هقول له 4 إلى 12. بس في حاجة بقى، هقول له خد بالك، أنا عايزك تاخد من الحرف الخامس لغاية الحرف ال 12، بس تاخد حرف وتسيب حرف، تاخد حرف وتسيب حرف. يعني تاخد الخامس وتسيب السادس، تاخد السابع وتسيب الثامن، تاخد التاسع وتسيب العاشر، لو انت هتوصل للحرف 12. طيب حلو قوي. دي اقولها له ازاي؟ في الاول انا هعرف المتغير بتاعي اللي اسمه سترينج. حلو جدا. هحط جواه الفاليو اللي هي ماي نيم اس خليل اللي هو السترينج بتاعي. كويس جدا. بعد كده هقول له هات لي السترينج اوف 4 ل 12. دي الطبيعي اللي احنا لسه عاملينها، معناها ان انا عايزه يرجع لي الحروف من الاول الحرف اللي ترتيبه 5 لغايه الحرف اللي ترتيبه 12. بس مش كده وبس، بديله ستيب او خطوه. دي معناها ايه؟ بقول له بعد اذنك يا بايثون هات لي من الحرف الخامس للحرف ال 12، بس خد حرف وسيب حرف. وبالتالي لما اقول له رن هيديني ايه؟ هيديني ايه، اي، وي، اي. ليه؟ لان هياخد الحرف الخامس اللي هو حرف الاي، ويسيب الحرف السادس اللي هو ام، وياخد الحرف السابع اللي هو اي، ويسيب المسافة اللي هي دي، وبعد كده ياخد الايه، حرف الاي اللي هو الحرف رقم تقريبا ايه، تقريبا 11. وهكذا زي ما احنا ايه، زي ما احنا عارفين. طيب لو انا عايز بايثون ياخد من الاول غاية رقم معين وبخطوة معينة تاني برضو، بس انا عايز برضو اغير المره دي الخطوه، اخليها مثلا كام؟ اخليها ممكن مثلا نفس الخطوه كده، اقول له مثلا بس هنا من الاول هقول له string of 0 الى 12 الى 2. دي معناها ايه؟ هياخد من اول حرف اللي هو حرف الام لغايه الحرف رقم 12، وياخد حرف ويسيب حرف، لان انا مديله الستيب او الخطوه بكام؟ او الخطوه باتنين. وبالتالي لما اقول له رن هياخد الام ويسيب واي، هياخد المسافه زي ما احنا شايفين هنا كده، اخد المسافه وساب الان، اخد الاي وساب الام، اخد الاي وساب المسافه، بعد كده اخد ايه، اخد اي. ده لو انا عايز ياخد من الاول لغايه ال 12 وبستيب. على فكره دي ينفع اخليها فاضي برضو، كما لو كنت بقول له خد من الاول لغايه الحرف ال 12، هي. طيب لو انا عايز بقى ياخد حرف ويسيب اتنين، هقول له ستيب اوف 3 زي ما احنا شايفين هنا بالشكل ده. اقدر اقول له ستيب اوف ايه، ستيب اوف 3. لو قلت له رن يبقى هو هياخد حرف ويسيب اتنين، ياخد حرف ويسيب اتنين، ويفضل ماشي. ليه؟ لان انا غيرت الستيب، لان انا غيرت الستيب. وزي ما قلت لك بالظبط، انا ينفع بدل ما اقول زيرو، انا ينفع اقول له اخليه بالشكل ده. يعني لو جيت نشطت ده كنترول واحد، ينفع اسيبها فاضيه، سترينج اوف فاضي الى الحرف اللي هيقف عنده، ترتيب الحرف اللي هيقف عنده يعني، الى الستيب اللي هو ماشي بيها اللي هي 3. بالظبط كما لو كنت اقول له ابدا من الاول لغايه ما توصل للحرف اللي ترتيبه 12، وياخد حرف ويسيب حرفين، لان الستيب بكام؟ الستيب بثلاثه، فهياخد حرف ويسيب حرفين. لو انا قلت لك خليه يبدأ من الحرف الاول غاية الحرف السابع ويسيب حرفين، هتعمل ايه؟ نفس الحكاية اهو. ده الكود بتاعنا. عرفت السترنج وحطيت الفاليو بتاعته جوه المتغير اللي اسمه سترنج، وبعد كده بقول له سترنج اوف فاضي الى 7 الى 3. معناها بعد اذنك يا بايثون روح هات او رجع لي
من الحرف الاول الى الحرف السابع، وخد حرف وسيب ايه، وخد حرف وسيب حرفين. وبالتالي لما اقول له رن، هلاقيه خد الام وساب الواي والمسافه، وخد الان وساب الاي والام، واخد الاي لغايه ما وصل للايه الحرف السابع زي ما انا قايل له بالظبط. لو عايز اقول له ابدا من الحرف التاسع، ابدا من الحرف التاسع غايه اما توصل للاخر وباربع خطوات. يعني خد واحد وسيب كام وسيب ثلاثة، خد واحد وسيب ثلاثة. ابدأ من التاسع، يعني سترينج اوف 8. ليه؟ لأن الاندكس عنده بيبدأ من الزيرو. فأنا لو عايز الحرف اللي ترتيبه التاسع، خد بالك من الكلمة اللي ترتيبه التاسع، هقول له اوف 8 لغاية الآخر، هسيبها فاضية. أو لو أنا عارف ال دي أو آخر حرف في السترينج هو رقم كام، ممكن أكتبها. لو مش عارف، أريح لي إن أنا أسيبها فاضية. وبقول له الستيب أو الخطوة بأربعة، معناها ابدأ من التاسع وخد التاسع يعني، وسيب ثلاثة وخد اللي بعديه، وسيب ثلاثة وخد اللي بعديه لغاية ما توصل للآخر. وبالتالي لما أقول له رن، هيديني اي واتش وال زي ما احنا شايفين قدامنا كده بالظبط. طيب لو عايز بايثون يرجع لي الجملة كلها لكن بخطوتين، بمعنى هيجيب الكل الحروف كلها من الأول للآخر، بس ياخد حرف ويسيب حرف. ها أعملها إزاي؟ فكر معايا عبال لما أكتبت الأمر أهو. أنا بقول له إيه هنا؟ بقول له يا بايثون بعد إذنك هات الحروف كلها من الأول لغاية الآخر، يعني string اوف فاضي كولون فاضي كولون 2. يعني هات الحروف كلها من الأول للآخر، بس بعد إذنك خد حرف وسيب حرف. فأنا هعرفها له بالحاجة بالشكل اللي هو قدامي ده. هقوم قايل له رن، هيقوم رايح جايبها لي من الأول اللي هو ام، واخد حرف وايه، واخد حرف وساب حرف. اخد حرف اللي هو ام وساب واي. اخد المسافه ديت، هي عباره عن مسافه الراجل واخدها اهو، وساب الان، اخد الاي وساب الام، اخد الاي وساب المسافه، وهكذا لغايه اما ايه، اما وصل للاخر. طب لو انا عايزه يسيب اربعه، لو انا عايزه يسيب اربع حروف كل مره، هقوم قايل له ابدا من الاول لغايه اما توصل للاخر، وخد الستيب بتاعتك هي 5. معناها ابدأ من الأول لغاية ما توصل للآخر، وخد واحد وسيب أربعة، خد واحد وسيب إيه، خد واحد وسيب أربعة. وبالتالي لما أقول له رن، هلاقي الإيه الناتج بتاعي بالشكل اللي هو قدامي ده، لأنه بدأ من الأول اللي هو إم وساب أربعة، ساب واي والمسافة وإن وإيه، وأخد الإم. يعني بالشكل ده لغاية ما وصل لإيه، لغاية ما وصل للآخر، للآخر السترنج بتاعي.